السلام عليكم. يلا بسرعة اللي ما خزنش توم وفرزه يلحق لأن فاضل له أيام قليلة جدا ويخلص. أنا صورته لكم أهو في الأرض، انتوا عارفين خلاص نضج ونشف وبقى يعني خلاص جاهز على التخزين أو التفريز. احنا النهاردة هنعمل الحاجتين مع بعض، هنفرز شوية ونخزن شوية كده في البلكونة أو في أي مكان ما فيهوش شمس علشان خاطر نستفاد بيه أكتر فترة يكون فريش. وهقول لكم الطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي بفرز شوية في الفريزر عشان آخر شهرين ثلاثة في السنة أكيد أي حد عنده توم بيكون فدي. هنا باجيب التوم الأبيض بيبقى رخيص شوية وكمان بيبقى طعمه حلو يعني لاذع شوية أكتر من التوم التاني. وبعدين بشيل بقى الراس زي ما انتوا شايفين كده، وبشيل القشرة التخينة خالص لحد ما اوصل للفصوص اللي جوه، وكمان بفتحه 4 تربع كده علشان ساعات بيبقى فيه جزء كده من جوه بيبقى ناشف جدا وده ممكن يكسر لي الكبة وحصلت معايا كذا مرة. انا دايما بحب سواء بقى الابيض او الاحمر اجيب الروس المتوسطه، ما بحبش اجيب الروس الكبيره قوي والصغيره كمان بتطلع عيني في التفصيص. وطبعا الكميه دي كلها مش ليا لوحدي يعني، ده هي لاخواتي واصحابي، وبعمل شويه حلوين كده بدي كل واحد كيس كده يفتكرني بيه. انا هنا بوريكم الفرق بين الثوم الابيض والاحمر. الثوم الاحمر بقى بطلع الروس الوسط ودي اللي بربطها مع بعضها واحطها يا جماعه في اي مكان يكون فيه تهويه بس ما يكونش فيه شمس، الشمس بتفضيه على طول وما بتخليش فيه يعني ولا فص. المهم بقى ربطتهم كده عشان دول اللي هشيلهم في اي مثلا شباك ولا حاجه. بعد بقى ما قشرت الثوم الابيض زي ما انتوا شايفين كده، هخلصه كله واقطعه 4 تربع عشان اشيل العمود اللي في النص ده اللي بيبقى ناشف، ده اهم حاجه. وبعد كده بقى هبدا افرمه، وعلشان نحافظ عليه اكتر فتره ممكنه هحط شويه زيت صغيرين هيحافظوا عليه مده حفظ وفي نفس الوقت هيخلوا الكبه تمشي معايا شويه، وشويه ملح. يعني الكبه بتاعتي صغيره قوي يا جماعه، ما تحاولوش تفرموا توم في كبه صغيره كده عشان بجد هتزهقوا جدا. المهم هحط بقى حوالي نص معلقه ملح ونص معلقه زيت حسب حجم الكبه لحد ما اخلصهم كلهم. ودي الطريقه بقى اللي كتير منكم يعني استصعبوها مش عارفه ليه، مع انها سهله جدا. يعني احنا بنقعد نحشي حله محشي قد كده وتخلص في يوم، احنا هنعمل شويه توم يقعدوا معانا 3 4 شهور اللي هو ايه هنستخدمهم، لكن طول السنة من غير ما يصفر ولا يأكسد ولا أي شيء. بجيب الرول الاستريتش كده اللي انتوا شايفينه ده وافرده، واحط بقى معلقة او حسب حجم الأكلة اللي انتوا عايزينها في كل حتة كده، وبالمقص اروح مقطعاه وخلاص. انتوا اول ما تمسكوها بعد ما تقطعوها هتلاقوا ان الاستريتش ده اللي هو البلاستيك ده لزق اصلا على التوم، انتوا مش هتضطروا ان انتوا تلمسوا التوم من جوه ولا اي حاجه. بخلص الكميه كلها مش قادره اقول لكم بسرعه قد ايه. ده غير ان هي ما بتاكسدش خالص، لان احنا لما نيجي نخرج هنخرج حته واحده بس، ومش هنضطر ان احنا نفك بقيه التوم علشان ناخد منه كميه. ممكن بقى هنا تحطوه في علبة محكمة الغلق او ممكن تحطوه في اكياس كده. انا طبعا بقسمه في اكياس لان زي ما قلت لكم كده في الفيديو صراحة بدي بقى اصحابي واخواتي وكده يعني، كل واحد بديله كيس كده يفضل عنده مثلا سنة ويمكن سنتين والله. واللي مستصعب الموضوع ده يا جماعة وحابب ان هو يحطه في كيس وبعدين يقطعه مكعبات وبعد كده يحطه في علبة محكمة الغلق مفيش مشكلة. اما بقى بالنسبة للبرطمان ده اللي ما حبذهوش خالص، لان انتوا هتطلعوا البرطمان هتفتحوا الغطا هتاخدوا منه جزء، بعد كده هتقفلوا الغطا وترجعوه في تاني في التلاجة، طب ما هو يأكس. ويا رب طريقتي تكون عجبتكم والف هنا.